مع بداية الألفينات سكان دولة فقيرة كانوا طايرين من الفرحة لدرجة إن في نسبة من الستات والأطفال لبسوا هدومهم الجديدة ونزلوا يحتفلوا في الشوارع، وكانوا بيهتفوا ويقولوا بلدنا بقت دولة نفطية، بلدنا هتعدي مرحلة الفقر. الدولة دي كانت تشاد، والشعب التشادي كان من الفرحة مش سايعاه لما عرفوا إن بلدهم صدرت أول شحنة نفطية ليهم للخارج. في اللحظة دي الشعب كان بيحلم إن دولتهم تبقى زي البلاد اللي فيها نفط وغنية، وكانوا بيتمنوا إن فلوس البترول تعوضهم عن الجوع والصراعات اللي كانوا بيعانوا منها لمدة طويلة جدا. لكن زي ما بنقول يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار، ما شافوش أي حاجة من عوائد البترول والثروة النفطية. ضاعت بين الحكومة التشادية وبين الولايات المتحدة بشكل كامل. تعال ندردش مع بعض ونعرف ان النفط التشادي كان لعنة على البلد، وعايزك تعرف اننا مش بنعكس الكواليس لكن بنتعمق في الحدث وبنقول الجديد. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا انا محمد فرج كل حاجة صح في المراية. ليه اكتشاف النفط التشادي كان لعنة على البلد؟ في التسعينات وتحديدا سنة 1999 السفارة الأمريكية في العاصمة التشادية بعتت برقية لوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن بيشتكوا فيها من إن شركة أكسون موبيل بتجهلهم ومش بتخليهم يحضروا معاها في الاجتماعات. طبعا أي حد هيسمع شكوى السفارة الأمريكية هيستغرب ويقول إزاي في شركة أمريكية مهما كان حجمها قادرة على إنها تتجاهل مسؤول الخارجية الأمريكية كده. أكسون كانت مدركة قوي لحجم نفوذها في تشاد واللي كان بيتجاوز الحكومة الأمريكية. يعني من الآخر أكسون كده ما كانتش محتاجة حكومة ولا حاجة عشان تأثر على تشاد أو على قراراتها في البلد، لأن هي في الوقت ده كانت بتتحكم في أهم قطاع لدولة تشاد وهو قطاع النفط والغاز. أكسون شركتها الفرعية في تشاد بدأت عملية التنقيب في النفط واكتشفت بين 800 مليون لمليار برميل، وده المفروض انه كان خبر مفرح وسعيد ومبهج بالنسبة للشركة الامريكية. لكن رغم الرقم المهول ده الشركة ما حاولتش ان هي تستخرج النفط لسببين. الاول كان ان النفط التشادي يعتبر من النوع الكثيف والحامض، والنوع ده من الخام بيكون سعره اقل من الخام الخفيف والحلو واللي عملية تكريره بتكون اسهل. والسبب الثاني انهم حتى لو كانوا قرروا ان هم يستخرجوا النفط التشادي من باطن الارض ساعتها هتقابلهم صعوبة كبيرة في نقله للاسواق الدولية، وده عشان تشاد دولة مش ساحلية واكيد ناقلات البترول مش هتقدر توصلها وتكلفة النقل هتكون عالية جدا. وعشان كده بدأوا يفكروا في ان هم يعملوا خط انابيب يوصل النفط التشادي للساحل. أكسون بقى في الوقت ده قدرت ان هي تقنع البنك الدولي انه يشترك معاها في عملية بناء خط الانابيب واللي هتنقل من خلالها النفط التشادي للساحل الكاميروني. والمشروع ده كان بيقوده 4 شركات عالمية وهم أكسون وشيفرون وتكسو وبترونا. ال4 أطراف اتفقوا على الصيغة النهائية للمشروع وبدأوا بالفعل عملية التنفيذ. ايه دور بقى البنك الدولي في المشروع؟ المسؤولين اللي في شركة أكسون كانوا ناس أذكياء وعارفين إن مشاريع الأنابيب دي هيدخل الشركة في وجع دماغ خصوصا من منظمات المجتمع المدني، وعشان تريح نفسها من الدوشة دي راحت أقنعت البنك الدولي إنه يشترك معاها في المشروع وعشان تصدره في الواجهة وتستفيد من سمعته كمنظمة نقدية معروفة. وبعد مفاوضات البنك الدولي وافق، بس كان ليه شروط معينة، وكانت عبارة عن إنه قال قبل أي حاجة لازم يكون في 10% من عائدات النفط اللي بيتم استخراجه تتشال على جنب للأجيال اللي جاية من التشاديين، وده هيكون في صندوق كده باسم صندوق الأجيال القادمة. كده هيتبقى 90% من العائدات النفطية. اشترط ان يكون 80% منهم شركة أكسون هتحولها لحسابات نقدية تبع البنك الدولي في لندن، وقال ان الفلوس دي هتتصرف على القطاعات الاقتصادية التشادية من وجهة نظر البنك الدولي زي التعليم والزراعة والبيئة والحاجات اللي محتاجة شغل كتير. وبكده هيكون متبقي 10% سابوها سيولة للحكومة التشادية تتحكم فيها براحتها. انت متخيل يا ريس تشاد كانت رايحة فين؟ هنا بقى في سؤال بيطرح نفسه بقوة. هتقولي ليه البنك الدولي حط الشروط دي؟ اقول لك يا زعيم، البنك الدولي ما كانش واثق في الحكومة التشادية ثقة كاملة، وكان شايف ان هي ممكن تضيع فلوس عائدات البترول والنفط في الهواء او انها تصرفها على مشاريع ملهاش لازمة او مشاريع مش مهمة.
وعشان كده حط الشروط دي وأكد على الالتزام بيها، وكمان كان بيحلم إن الشروط تخلي تجربة النفط التشادية تنجح وتصدرها لدول تانية. بس المفاجأة هنا إن الشروط اللي البنك الدولي عرضها على الحكومة التشادية دي في الواقع بتصطدم مع سياسة الحكومة نفسها. لكن سواء الحكومة كانت موافقة على الشروط ولا لأ، فما كانش قدامهم خيار تاني غير إن هي توافق على الشروط كاملة. ومن اللحظة دي كانت تشاد محاطة بالمخاطر اللي بتهدد اقتصادها في وقت هي مش مستحملة فيه أصلا أزمات. فكانت الخطورة في الحفر والتنقيب عن النفط من ناحية، وعمل خط أنابيب من ناحية تانية. خط الأنابيب النفطي بقى تأثيره على الاقتصاد التشادي كان عامل إزاي؟ في 2003 خط الأنابيب اللي كانت بتوعد بيه شركة أكسون الأمريكية تشادين اتعمل بالفعل، وكانت سعته 250 ألف برميل يوميا. والإيرادات ساعتها بدأت تنعش البلد، والتجربة اللي كان مشترك فيها البنك الدولي نجحت. والعالم كله راقب التجربة عشان كله كان بيسأل يا ترى فعلا ممكن إيرادات النفط والتجربة الجديدة تعدل حال اقتصاد التشاد؟ واللي كان بيعتبر 80% من مواطنيها عايشين فعلا تحت خط الفقر. الأمور فضلت ماشية تمام كده شوية، والأحلام الوردية فضلت مستمرة. لكن مع الأسف الكلام ده كان نظريا بس، لكن عمليا وعلى أرض الواقع كان الوضع سيء جدا. وده بيرجع لسببين يا ريس. الأول إن الحكومة التشادية وشركة أكسون ما التزموش باتفاقهم خالص، والتاني هو إن البنك الدولي فشل في إنه يمشي إدارته على الطرفين، أو حتى إنه يراقب التزاماتهم بشكل كويس. الحكومة التشادية بقى كانت بتتحايل على البنك الدولي إزاي؟ عايز أقول لك إن الحكومة التشادية ما كانتش ملتزمة باتفاق الفلوس اللي بتحول ليها من البنك الدولي للقطاعات اللي هم متفقين عليها، وكانت بتنصب وبتتحايل على البنك عن طريق ان هم يبالغوا في قيمة الفلوس اللي بتصرف على المشاريع اللي البنك الدولي كان حاطط عينه عليها. وغير كده الحكومة ما كانتش مرتاحة من القيود اللي كان البنك حاططها، وفضلت ورا الموضوع عشان تتخلص منها وتفككها واحدة واحدة. كانت البداية في ان هم قدموا تعديلات لمجلس النواب بيلغي فيه فكرة صندوق الأجيال القادمة، والصندوق اتلغى بالفعل وفلوسه اتوجهت لصندوق عجز الموازنة وخزينة الدولة. كمان طلبت ان هم يعيدوا مسميات القطاعات صاحبة الأهمية ويرتبوا الأولويات من جديد، وده بيعتبر تفريغ محطوط عليه صبغة قانونية للشروط اللي حطها البنك الدولي وتحايل بشكل مباشر عليه. البنك الدولي بقى قرر يعمل ايه في اللخبطيطة ووجع القلب ده كله؟ بعد اللي حصل من الحكومة التشادية، البنك الدولي قرر يعلق تحويل الفلوس للحكومة، وفضل حاجز على فلوس النفط لحد ما الطرفين يحلوا الخلاف اللي بينهم. والحكومة التشادية بعدها قالت إن هي موافقة تصرف 70% من إيرادات النفط على المشاريع اللي ليها أولوية، والتزمت باتفاقها القديم مع البنك الدولي. بعد فترة قصيرة رجعت ريما تاني لعادتها القديمة وما التزمتش بالاتفاق خالص. وبكده الحكومة التشادية مش بس حرمت المواطنين من الإيرادات النفطية، لأ كمان حال المواطنين اتدهور أكتر من الأول. ولما البنك الدولي زهق منهم في النهاية من كتر ما بيخالفوا اتفاقياتهم والتعليمات، لغى الاتفاق معاهم وقال إن الحكومة التشادية فشلت في مواجهة الفقر. ده كان رأي البنك الدولي. يا ترى أنت رأيك إيه في اللي الحكومة التشادية عملته؟ منتظرين رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية تشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الدعم والشير. سلام عليكم ونشوفكم على ألف خير.